النهاردة هحكي لكم مشكلة بنت بعتتلي قالتلي انها عدت 35 سنة. بتقول انها تقدم لها عريس بس العريس ده بخيل، وهي واقفة بين خيارين: يا اما تقبله بسرعة عشان تلحق تخلف قبل سن اليأس، يا اما ترفضه وتبقى عارفة ان ممكن ما يتقدمش لها عريس تاني، خصوصا ان معظم اللي بيجوا دلوقتي مطلقين او ارامل. الموضوع ده فكرني جدا بقصة حصلت مع واحدة صاحبة اختي، بنت من عيلة مستريحة، والدها لواء مهندس وكان شغال في الخليج. بعد ما خرج من الجيش يعني ماديا مرتاحين. المهم العيلة دي كانت العرسان بيتقدم لها طمعا، وكل مرة مشاكل بسبب الفلوس، حتى فرحها اتلغى قبل ميعاده بكام يوم عشان ام العريس شايفة ان والدها لازم يجيب اكتر بما انه قادر. وفضل الموضوع ده يتكرر، تتخطب وتتفسخ لحد ما البنت وصلت ل35 سنة. ساعتها هي قررت ان اي حد هيدق بابها هتوافق، المهم تلحق تتجوز وتخلف. وفعلا اتقدم لها مدرس كمبيوتر ساكن في منطقة شعبية، وهي اصلا ساكنة في فيلا. الراجل قال لها في وشها: انا داخل طمع، والدك لازم يساعد. هي في الاول رفضت، لكن بعدين رجعت وقالت له: خلاص، بابا هيشيل معظم العفش وانت هتدخل بالمجهود. قال لها: مش كفاية، عايز اللي اتجوزها تخدم امي. قالت: حاضر، عينيها اللي تشوفه. اختي وقتها قالت لها: ازاي ترضي بكده، ده بيستغلك. قالت لها: عارفة، بس انا كل اللي عايزاه منه عيل، وهو دوره بالنسبة ليا اني اخلف منه بس. اختي سألتها: طب بفرض انه ما بيخلفش؟ قالت لها: هتطلق منه، بس على الاقل كنت اتجوزت واحد ما اتجوزت قبل كده. وفعلا اتجوزته وخلفت بنت، وبعد شوية رفعت عليه قضية نفقة، ومن يومها جرجرته في المحاكم كأنها بتقول: ان كنت عايز ترازيني، لأ، انا اللي حرازيك. وبكده حققت هدفها، خلفت بنت وأدبته على اللي عمله فيها. بس هنا السؤال: ايه ذنب الطفلة الصغيرة دي؟ البنت اتربت كأنها يتيمة، لا تعرف ابوها ولا عيلته، لان الزواج من البداية ما كانش مبني على حب ولا احترام، كان مجرد صفقة. هو عايز فلوس وهي عايزة طفل. وعشان كده يا جماعة نصيحتي: الخوف من الوحدة او فوات سن عمره ما يكون سبب نخلي حياتنا تبقى سجن، او اطفال يجوا يشيلوا نتيجة اختيارنا الغلط. انتوا رأيكوا ايه؟ اكتبولي رأيكوا في الكومنتات.